أيها الأحبة، كلمة طيبة أخرى يتفضل بها الدكتور صباح، الباحث التاريخي في مجال الأهوار والتدريسي في جامعة بيطار. ندعوه للمنصة لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم تقفون في هذا الصباح المفعم بالجمال والمحبة والوفاء لوطنكم وحضارتكم وتراثكم وآبائكم وأجدادكم في أقدس بقاع الله. هذه الأرض التي ولد إلى تخومها إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، هذه الأرض التي علمت البشرية الحرف الأول والموسيقى والتراتيل، هذه الأرض التي عمرها الأجداد بالكرم والسخاء والجود. في هذه الأرض خرج أهم كتاب العالم وأهم شعراء العالم وأهم المفكرين والفلاسفة والباحثين والأكاديميين والشعراء وكل أهالي الحكايا في تلك المضايف الكريمة التي كان يجتمع بها الآباء قبل آلاف السنين، قبل أن تكون الحضارات في البشرية، حينما كانت البشرية تغرق في الجهل وفي الظلام. وفي أوروبا لم يعرفوا أي نظريات فيما كان الأهوار، وكانت الحضارة السومرية في هذه المدن تشع على العالم بالقوانين. أتعلمون أول قانون سن في هذه الأرض في أورنمو؟ أصحح لجميع الأكاديميين، أنا قلت هذه الكلمة في تونس وقلتها في سلطنة عمان وقلتها في بيروت طوال 8 أعوام، قلت أصحح لجميع المؤرخين بالعالم: أول قانون ظهر في الناصرية في أور في الحضارة السومرية، على الأمم المتحدة تثبيت ذلك، حيث أورنمو شرع القوانين الدولية في هذه الأرض. إذا ما فضل هذه الأرض؟ إذا كيف على تركيا وعلى إيران وعلى كل دول الجوار تقطع المياه عن أعظم بقعة في الأرض؟ والله جريمة إنسانية ضد البيئة، ضد الطير، ضد الجاموس، ضد شيوخنا الأكارم وعشائرنا العريقة. هنا بيت الأسدي، هنا بيت الخيون، هنا العشائر الكريمة، هنا الضيافة العراقية التي أذهلت العالم. كل السواح في كل الدول عندما يأتون إلى العراق يصطدمون بهذا الكرم وهذا السخاء وهذا الطيبة وهذه المحبة التي ورثها أحفاد الحضارة السومرية. إذن مسؤولية كل إعلامي، كل وطني، كل مرجع دين بالعراق مسؤولية إعادة المياه إلى الأهوار. فالذي يصمت هو مشارك مع تركيا ومع دول الجوار في قتل البيئة، في قتل السمك، في قتل الجاموس، في قتل الإنسان. إذن هذه الصرخة التي أنطقها هي باسم أصغر أبناء الشبايش وباسم أكبر الذين معمرين سنا في هذه الأرض. صح ولادة الناصرية، لكن ثقوا أينما أكون في أي دولة وفي أي مؤتمر دولي أول ما أطالب بالمياه، ومن يريد أن يراجع ذلك فليقرأ تركيا وظمأ شعبنا العراقي. حينما نشرت البحث في جزئين بالعتبة العباسية ونشرته معظم الصحافة العراقية في عام 2007، ثم كررت النداءات في 2010 في كل بلد أقول على العالم، على الأمم المتحدة، الكل سياسي وطني، رغم أنه لا يوجد وطنيين من السياسيين في هذا البلد الذين رحلوا. أحمد في تقديري يعني ربما أكون غير مصيب، أحمد الشلبي، ربما بعض الشهداء الوطنيين الذين كانوا يحبون العراق ويعشقون العراق. أما الآن
لا أرى هناك في الأفق هناك سياسيا وطنيا ولا أرغم تركيا أمرخها أنفا بالتراب إذا ما تعطي قطرة ماء. هكذا فعلت مصر. وقفت على النيل في 1/9 عندما كرمت أفضل كاتب عراقي قبل 3 أشهر ضمن 986 كاتبا عربيا يفوز من الناصرية. هاي الناصرية 4 نحن فزنا في مسابقات دولية. شوف الناصرية جوع فقر ظمأ وهي تتقدم عربيا وتحارب سياسيا وحتى من نواب الناصرية والله ثقوا لا يرغبون بإعادة المياه إلى الآبار. هكذا أقول لكم وأنا مسؤول عن كلمتي. إذن وقفتكم هذه اليوم هو إجبار تركيا لإعادة المياه إلى العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر نقدمه على طبق من الحب والوفاء للدكتور الباحث التاريخي في مجال الأهوار والتدريس.